شيل بقى يا عبده. لا دي تقيله عليك دي. لا دي انا اللي اشيل. لا ورب. لا وربنا. استني اديك حاجه يا راجل لا انا استني بس حاجه خدي دي. لا دي تقيله عليك برضه. استني خدي دي. لا دي تقيله عليك برضه. لا هو كتف هذا. عشان خاطري بلاش. طب عشان خاطرك انت. عشان خاطري يا فاطمه انا شبعت. عشان عظمك يترمى بس شويه. اللي انا اكلته من ام حياتك. تصدق هذا على نفس. لا تيجي على نفسك ده يا عم كل منها وخلصنا. مش فاضيه. استني بس. ما انت شايف مش فاضيه. استني بس. يوه. اسمعيني بس. عايز ايه؟ عايز اتجوزك يا فاطمه. انا عايزك تقلعي الغوايش دول. وماله يا اخوي؟ يعني انت مش هتزعلي يا فاطمه؟ ازعل؟ انت تاخد عناي. وغلاوه عينيكي يعوضك عنهم بكره. انا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي ضفرك. يا لهوي وحشني كلامك الحلو. معلش حقك عليا. طب كل وخليك مخاصم. انت بتقولي ايه؟ انت عايزه تسيب البيت ده؟ لا خليك يا اختي. انا اللي هسيب البيت وهشوف واحده ثانيه اتجوزها. طب تبقى جدع بقى. طب تبقى جدع لو اتجوزت واحده تانية. انا هو انت كنت لو كنت فطسها لك. اتكلم تتجوز هتلاقي ضفري. الشهاده لله انت اصيله بنت اصول يا فاطمه. ولو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي ضفرك. يا اخويا الكلام اللي ما بيطلعش الا في الاعياد. ان شاء الله مع دمك اب. تعيشي. انت ايه حكايتك؟ حكايتي لا ازاي؟ بجد ايه حكايتك؟ هو في ايه مش فاهم. بتحلوي ليه؟ خير. ده بتكلم جد. ده انا لو لفيت الدنيا بحالها مش هلاقي ضفرك يا ام عبد الوهاب. يا لهوي ومتلحنه كمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي الحلوين وحشتوني كتير. يلا بينا في فيديو جديد كده، وحبيت اعمل لكم حته من عبد الغفور البرعي، وهو المسلسل اللي كلنا بنحبه. يلا يا ستات المصريات والستات العربيات وكلهم وكلنا بنحب المسلسل ده. فحبيت افتح نفسكم كده وعوده بقى بعد غياب. يلا بينا حطيلي اللايك يا قلب اختك ونشوف هنعمل ايه في المطبخ النهارده. صراحه ما كانش ليا نفس، بقالي فتره كبيره ما حطيتش ايدي في المطبخ، اللي هو ايه، بننضف من على الوش كده زي ما بيقولوا. لو حبه كوبايات حبه اطباق في الحوض بخلصهم وبطلع اجري من المطبخ. حتى كمان كان جوايا طاقه سلبيه كده، ولكن الحمد لله تغلبنا عليها. وهلا بالطاقه الايجابيه. يلا يا قبل اختك قبل ما تنسي ونبتدي الفيديو مع بعض، حطي لي اللايك واعملي اشتراك كده وشير للفيديو، وقومي اعملي لنفسك كده احلى كوبايه شاي وشوفي اللي وراكي بقى. لو وراكي شويه مواعين، لو وراكي حبه هدوم لسه ما اتنشروش، ويا سلام كمان لو وراكي حبه حاجات في الشقه كده لسه ما خلصتيهاش، يلا سريع اعمليها. وما تنسيش تحطي لي اللايك ونصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عاوزه اقول لكم كمان ان مش انتوا بس اللي بتستمدوا طاقتكم مني، انا كمان بستمد طاقتي منكم، بدليل ان انتوا لما جيتوا في اللايف وقلتوا لي عايزين فيديوهات وانت ما بتنزليش فيديوهات من زمان، انا اتشجعت بيكم وابتديت ان انا اعمل فيديوهات. وان شاء الله عايزه الفيديو ده لما ينزل باذن الله كده يتفجر من اللايكات والشير وكمان الكومنتات الكتير اللي كلها طاقه ايجابيه. ولكم بالمثل، وانا ما بزعلش لو اي حد انتقد اي حاجه، ولكن بالاسلوب. عايزه اقول لكم كمان ما تنسوش تحصنوا نفسكم على قد ما تقدروا. شغلوا القران الكريم في بيتكم، ما تسيبوش فردكم على قد ما تقدروا، وخلوا دايما الذكر على لسانكم. بجد دي نصيحه انا مشيت بيها والحمد لله نفعتني كتير. وانا لما بعمل حاجه وبتكون كويسه معايا فلازم افكركم واذكركم بيها. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الفيديو ده كله النهارده طاقه ايجابيه. نزلت السوق جبت السمك وشويت، وطبعا انا معرفتش ان انا اصور بره، ولكن انا بتكسف شويه ان انا اصور بره. ولكن انا لما رجعت ابتديت ان انا اصور معاكم. انا ما كانش ناقصني حاجات كتير، جبت فاكهه. كان المطبخ زي ما انتم شايفين كده. كان البوتاجاز صراحه بقالي اكتر من اسبوعين ما حطيتش ايدي في البوتاجاز. هتشوفوا شكله، هتشوفوا منظره. انا بقالي شهر بالظبط داخله في حاله نفسيه مش احسن حاجه.
كان في ناس دايما موجودين معايا ومتواجدين معايا وفجأة انسحبوا من حياتي وانسحبوا من اللايفات وانسحبوا من كل حاجة. الناس دول اخوات واكتر من اخوات بكتير، ولكن لما انسحبوا من القناة وانسحبوا من الحياة لظروف ما تخصهم، يا رب يرجعوا لنا بألف سلامة يا رب. فالحكاية دي أثرت معايا وأثرت على نفسيتي جدا، خلتني يا دوب ان انا اطلع لايف ليكوا بالعافية. ما كنتش قادرة، كنت بفكر كمان ان انا ابيع القناة او ان انا اقفل القناة، ما كنتش عايزة ان انا اظهر. ولكن لما ابتدوا يرجعوا تاني حتى لو مرة كل اسبوع، شجعوني وشجعوني كمان ان انا اعمل الفيديو ده كمان. عايزة اقول لكم، بما اني كده صحيت النهارده وعندي طاقه ايجابيه، طلعت قدمت لمروان على الحضانه بتاعته، وكمان جبت له الهدوم بتاعه الحضانه، ونزلت السوق وعملت حاجات كتير قوي مع بعض. ومن الحاجات اللي جبتها فلفل اللي هو الالوان، وبحب استخدمه دايما في السلطه. وبالذات بقى ان احنا النهارده الغدا بتاعنا هيكون رز اللي هو حبايه وحبايه، وسمك المشوي، وكمان هنعمل سلطه مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده، اول حاجة ابتديت اعملها لميت الحاجات اللي هي ما كانتش نظيفة في المطبخ والكراكيب والحاجات دي كلها، وابتديت ان انا اتخلص منها في الباسكت. وجبت السترس ده تحفة تحفة تحفة. شوفوا بقى، كأن القدر بيقول لي ما انتيش منظفة واقعدي يا امنية، ولكن انا لا تراجع ولا استسلام. حبايب قلبي الحلوين، لو لسه معايا للوقت ده من الفيديو، ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لك مني كل جديد، وتشوفي انا عملت ايه. طبعا انا عندي كذا ازازه، استخدمت اول ازازه لقيتها ما بترشش، تاني ازازه لقيتها ما بترشش، ولو يكن هو البخاخ بتاعها ده اللي هو بايظ، ولكن انا لازم اتصرف. لا تراجع ولا استسلام زي ما قلت لكم كده. حاولت ان انا افتح الاول ازازه، ما قدرتش، مش عارفه كانت مقفوله قفله الطين صراحه. المهم كان عندي بخاخه لعلبه فاضيه، استخدمتها وابتديت زي ما انتم شايفين كده. بس كان الاحسن ان انا احط كمامه، لان زي ما انتم شايفين المنظر انا ما كنتش قادره ان انا اتنفس. ريحته صعبه قوي. هو تقريبا ريحته صعبه، وكمان ملمسه على الايد لما تيجي تستخدمي بقى الاسبونشة او تستخدمي حته السلك علشان تدعكي، هو مش بيحتاج ان انت تدعكي كتير، ولكن بيبقى ملمسه بيخلي الايد خشنه. فلازم تلبسي جلافز، ولازم تحطي كمامه على بقك علشان لو اي حد عنده حساسيه او اي حاجه ما يتعبش. انا زي ما انتم شايفين بالشكل ده حاولت ان انا اكتم نفسي باي حاجه، لان انا ما كنتش اعرف، او مش ما كنتش اعرف، انا كنت ناسيه. فعلشان كده كنت واقفه مستعجله طبعا جدا على بال ما جيت من السوق والحاجات دي، فكنت متاخره، وكنت عايزه اخلص المطبخ واعمل كمان المواعين اخلصها، وفي نفس الوقت ما اتاخرش على الغدا قبل ما الاولاد يرجعوا من الدروس. وطبعا انتوا عارفين ان الفتره دي فتره مدارس ودروس، فلازم الغدا يبقى بميعاد. لما بيكونوا راجعين من الدروس بيبقوا يا حبايب قلبي هلكانين وواقعين من الجوع حرفيا، فلازم ان انا اكون مجهزه لهم كل حاجه اول باول. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، دخلت بقى على الحوامل بتاعه البوتاجاز، كان طبعا فيها دهون، ولكن السترس ده ممتاز جدا، دوب الدهون. وكمان لما مسكت الاسبونشة كده بقيت امشيها. الاسبونشة دي فيها سلك صغنن كده، والسلك ده حلو قوي 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 ان يخلص الدهون منها. خلصت كده زي ما انتوا شايفين الحوامل. وكمان بعد ما خلصتها ابتديت ان انا ادخل على الحلل اللي هي الالمونيا اللي باقيه دي. خلصت كل حاجه حرفيا زي ما انتوا شايفين. لو لسه معايا في الوقت ده من الفيديو ما حطيتوليش اللايك والشير والسبسكرايب، ما تنسونيش منهم يا حبايب قلبي، علشان القناه بتاعتي تكبر بيكم يا احلى اخوات. بجد انا بحبكم جدا، بحبكم في الله. دعمكم ليا، دعمكم المعنوي قبل الدعم المادي بيبقى حاجه فظيعه بجد. بحبكم جدا جدا جدا. ان شاء الله الفترة الجاية هنعمل تنظيفات، وكمان هنبتدي ما ننساش احنا لسه لنا بالظبط 4 شهور على رمضان. رمضان ان شاء الله 17/2، فاللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. فهنبتدي بقى نشوف تربية الطيور بتاعتنا هنعمل ايه، هنجهز ازاي، وتجهيزات الرمضانية من طيور بقى الخضروات لكل حاجة هنحتاجها بإذن الله. لازم يكون داخل علينا الشهر الكريم واحنا كده مجهزين كل حاجتنا عشان نتفرغ للعبادة، ونكون كده مخلصين كل اللي ورانا أول بأول.
انا هنا بقى كنت رشيت السترس، وكمان خلصت لما لقيت الدهون الصغيره دي كده دابت، فابتديت ان انا امشي عليها الاسبونجه، وبعد كده بالفوطه القطن دي ابتديت ان انا انضفها كده. بجد البوتاجاز ما اخدش في ايدي حاجه، ولكن كل الحكايه كانت راحه نفسيه، وكان اللي كنت مضغوطه، وانا لما بكون مضغوطه ما بحبش اضغط على نفسي، ما بحبش اجي على نفسي، ما بحبش ازعلني. من الاخر انا بحبني جدا 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 على فكره، كل اللي متابعني هيعرف حاجة زي دي. حبي نفسك علشان تعرفي تحبي اللي حواليكي، ادي لنفسك احسن حاجة علشان تعرفي تدي اللي حواليكي. لو ما بصيتيش لنفسك صدقيني كل حاجة حواليكي مش هيبقى ليها لا لازمة ولا هيبقى ليها قيمة. انتي اللي تحبي نفسك، وانتي اللي تعملي قيمة لنفسك. ما تستنيش حد لا يعمل لك قيمة ولا يديكي قدر ولا يديكي اي حاجة، انتي بنفسك اللي هتصنعي لنفسك كل حاجة. بجد والله النصيحة دي من قلب اخت لاختها، فياريت اعملي بالنصيحة وامشي حتى لو اسبوع على النصيحة دي، وشوفي انا عندي حق فيها ولا لا. زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت. هبتدي بقى اطلع معاكم الخضروات اللي انا كنت جبتها واغسلها علشان اعمل السلطة. فلفل الالوان ده العشق صراحة، بحبه جدا. كان عندي برضو خيار، ولكن مش عارفة ليه الخيار دبل. انا برضو ما حطيتش عليه منديل من فوق ومن تحت كده وقفلت عليه كويس، ولكن انا لما سبته 4 ايام في التلاجة فلقيته دبل، فقشرت القشرة بتاعته وبرضو استخدمته في السلطة. ما قالش لا. ست البيت الأصيلة هتعرف تتصرف بكل الإمكانيات، وعملنا أجدع طبق سلطة. بصل وطماطم وخيار وفلفل ألوان، وكمان حطيت خضرة من خضرة المحشي بحبها جدا، وكانت مدية ريحة حلوة جدا جدا لطبق السلطة. كمان جبت العنب اللي هو اسمه عنب جريز، جبت حوالي 2 كيلو، وكان الكيلو عامل 40 جنيه. الاولاد بيحبوه جدا برضو، علشان ابقى احط لهم منه في اللانش بوكس، يعني كحاجه نوع من انواع السكريات كده تدي لهم باور على مدار اليوم، لان هم من مدرسه لدروس الحاجات دي كلها، فالاولاد بيبذلوا طاقه كتير، فعايزه حاجه تديهم باور او تديهم طاقه، فلازم يبقى في حاجه صحيه موجوده في قلب البيت. تمام. انا هنا زي ما انتم شايفين قلت لكم الخيار كان القشره بتاعته دبلت، ولكن انا قشرتها زي ما انتم شايفين كده، واستخدمتها كمان في السلطه. عملنا طبق سلطه محترم، وطبق السلطه ده لازم يبقى متواجد كل يوم. هل انت يا امنيه بتخلي طبق السلطه متواجد كل يوم على الاكل؟ هقول لك لا طبعا، اوقات كتير بيفوت مني ان انا اعمل طبق السلطه، ولكن ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين يا جماعه. انا بذكركم وانتوا بذكروني. لو وصلتي معايا للوقت ده من الفيديو ما تنسينيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. ونقول كمان اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب يكون الفيديو بتاعي اداكوا طاقة ايجابية كده، وتتفرجوا عليه كده للاخر وتقولوا لي رأيكم سواء بالايجاب او السلب. ونوصلنا لاخر الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.